السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وفي اتم صحة واحسن حال ان شاء الله. معاكم المطبخ حلو حادق. هنعمل وصفة كيكة بالبرتقال. معانا في المقادير بتاعتنا كيس فانيليا برتقال، هيبقى معانا بيضتين، وهيبقى معانا ده قشور برتقال كنت مجففاها وحمصتها وطحنتها في الكبة كده، ومعانا 3 كوبايات دقيق، وعليهم معلقة بيكنج باودر كبيرة، ومعانا كوباية سكر، ومعانا كوباية إلا ربع زيت على سمنة أو على زبدة أو أي حاجة عندكم. ماشي، وهنعملها بالمية، ويبقى معانا معلقة بيكنج باودر كبيرة وذرة كربوناتو. ماشي يا حبايبي، يبقى معانا معلقتين خل برضو. احنا طبعا دخلنا 3 كوبايات الدقيق، والمعيار كل واحد بكوباية واحدة زي اللي قدامكم دي، يعني 3 كوبايات بنفس معيار السكر بنفس معيار السمنة والزيت. هننزل بمعلقة معلقة بيكنج باودر كبيرة كده، عشان احنا هنعملها بالمية طبعا، فايه مفيش لبن. والبيض طبعا زي ما انتم شايفين بيضتين بس هتطلع تحفة جدا. ذرة بيكنج باودر، ذرة كربونات وكده صغننة خالص، يعني نص معلقة صغيرة. النتيجة روعة بأمر الله، وهتشوفوها في الآخر خطيرة يا جماعة، هشة هشة قوي. وذرة ملح صغيرة. دي المواد الجافة هنقلبها مع بعضها كده. ماشي، يبقى 3 كوبايات دقيق نخلناهم حلو قوي، معلقة بيكنج باودر كبيرة، نص معلقة كربوناتو، ذرة ملح. ماشي، واهم حاجة نخلة الدقيق يا جماعة عشان يديكوا كيكة هشة وجميلة ومنتهى الجمال. هنقلب كده المقادير مع بعض كده. بعد كده هنجيب طبق هنعمله بالمضرب السلك، عشان اللي ما عندهمش خلاط، اللي ما عندهمش اي وسيلة يعملوا بيها، بالمضرب اليدوي العادي. هننزل بالبيضتين كده، وطبعا بأقل التكاليف عندنا. وبودرة البرتقان دي انا عاملاها في البيت يا جماعة، مجففة قشور البرتقان من الشتا، وجففتها في الشمس كذا يوم لحد ما نشفت، وبعد كده طحنتها. ادتني طعم وريحة البرتقان. لو مش متواجد عندكم يبقى تجيبوا كيس تانك برتقان. ماشي. كيكة موفرة خالص ومفيهاش اي كلف. كيس فانيليا البرتقان ده ب6 جنيه، برضو مش غالي، بس لازم فانيليا البرتقان. هننزل بقى على البيضتين كده حبايبي، وهنضرب البيض حلو جدا بالمضرب السلك اللي هو المضرب اليدوي ده، لحد ما يبقى لهم فوم كده وضرب جامد يعني. كيكة لذيذة جدا وحلوة، وتنفع تفطروا منها مع كوباية شاي، تاكلوها في وقت الأولاد بيذاكروا فيها مع برضو كوباية لبن ولا حاجة. بصوا احنا كده ضربناها لحد ما بصوا طلعت فوم ورغاوي زي ما انتم شايفين كده، ولونها فتح. ماشي، بعد كده هننزل عليها كوباية السكر. انا بس معلش كنت بظبط الكاميرا. طبعا كوباية السكر مظبوطة قوي في السكر بتاعها، عاوزين تزودوا عن كده براحتكم، بس انا شايفاها ان هي طعمها مظبوط وسكرها هادي. حتى لو اتشربت مع كوباية كوفي ميكس، كوباية شاي بلبن، كوباية لبن، هيبقى السكر بتاعها حلو مظبوط، ما تجزعش النفس يا جماعة. هنضرب السكر حلو قوي بعد ما ضربنا البيض، وبعد كده هننزل بكوباية السمنة او الزبدة على الزيت. طبعا الزيت يكون نضيف، بلاش زيت التموين عشان بيبقى فيه كمكمة كده ومش بيبقى ظريف في اي حاجة، يعني تخلوه للقلية بس. ماشي، وحطينا السمنة ليه او الزبدة؟ السمنة او الزبدة طبعا احنا عاملينها بمية، فالسمنة او الزبدة بتديها طراوة وبتبقى جميلة جدا. ماشي، هننزل بمعلقتين خل كبار زي ما حضراتكم شايفين كده، وبعد كده هننزل ب3 معالق من بودرة قشور البرتقال المجففة اللي انا عملتها في البيت، بس صراحة انا ما زعتهاش في القناة، كانت الظروف ما سمحتش ساعتها ان انا ازاي يعني. خطيرة يا جماعة، مدية طعم البرتقال روعة روعة. يعني في الشتاء خزنوا قشر البرتقال ويشيلوا الحتة البيضة وجففوها في الشمس كذا يوم، وبعد كده بعد ما تنشف خالص اطحنوها في كبة الخلاط. كده كنا دوبنا كل المقادير مع بعض حلو جدا. هننزل بقى ايه بالمية حبة بحبة قبل ما ننزل الدقيق. هي هتاخد مننا كوبايتين مية كبار، وهتشوفوا سمك العجينة معانا دلوقتي.
كيكة اقتصادية وخفيفة ومش مكلفة كتير يعني. مفيش طبعا، اكيد اغلبكم معندوش قشور البرتقال المجففة دي. هتجيبوا يا جماعة كيس تانج برتقال او كيسين وعلى كوبايتين مية وتحطوهم زي ما انا حطيت كده. بعد كده هننزل بالدقيق حبة بحبة. ماشي، حبة بحبة يا جماعة، مش هننزل بيه كله مرة واحدة دفعة واحدة. انا حطيت كوباية مية بس. وهنشوف سمك الكيكة. طبعا هي هتبقى لسه سميكة، هتحتاج كوباية مية تاني. يا رب لو وصفة الكيكة بالبرتقال دي عجبتكم حبايبي، ما تنسوش بقى تدعموني باشتراك وشير ولايك للقناة. وشكرا ليكم كلكم. شكرا لكل حبايبي واخواتي معايا في القناة. ربنا يكبر بخاطركم ويخليكم ليا يا رب. بصوا دي تاني كوباية اهو. بننزل برضو حبة بحبة ونشوف سمك الكيكة. بصوا كده كنا خلصنا فيها ضرب تماما عشان ميبقاش فيها اي تكتلات. اوريكم سمكها دلوقتي. بصوا سمكها حلو جدا زي ما احنا متعودين. سمك الكيكة لا تكون تقيلة ولا خفيفة قوي، في الوسط كده زي ما انتوا شايفين كده. طبعا معانا صينية وسط، تاني صينية في طقم الصواني دهناها بالزيت بس يا جماعة. انا ما بحبش ابدرها بالدقيق، بيجير الكيكة. بدهن بزيت بس، ومع ذلك لو حبيتوا تنزلوها بتنزل معاكم الصينية عادي وهتشوفوا. طبعا ما شاء الله اللهم بارك. احنا طبعا حطينا كل الحاجات دي فالكيكة بقت مرتفعة جدا وبقت هشة جدا. وطبعا الفرن مسخن مسبقا، بنحطها في الرف الاوسط وما بنفتحش عليها الا بعد ربع ساعة. ماشي، وبعد ربع ساعة لقيناها نفخت معانا، بنوطي النار خالص عليها في الفرن من تحت لحد بقى ما تبتدي تستوي. بعد كده ايه، بنقيد عليها الشواية. ماشي يا حبايب قلبي. وطبعا بنحط السكينة عشان نشوف الاختبار اللي احنا اتعودنا عليه ونشوف اذا كانت استوت ولا لا. ومعلش بقى كان دي كده طلعت، والاولاد طبعا ما صبروش عليها لانها كانت خطيرة. ده اللي لحقته منهم صراحة وصورته. دي قطع منها لحقتها من الصينية. ودي كان شكلها النهائي معانا ما شاء الله كلها صفرة ازاي عشان بطعم البرتقال. ودي بقيت القطع اللي فاضت، هي صينية واحدة اللي عاملاها صراحة. فالحمد لله ان فاض ده. هما طبعا دخلوا هجموا عليها من جمالها لان ريحتها كانت جميلة جدا وفواحة وطرية جدا فوق ما تتخيلوا، هشة قوي وطرية جدا، ما كنتش عارفة اشيلها من طريانها. ويا رب تكون وصفة الكيكة بالبرتقال عجبتكم. ما تنسوش تدعموني بقى باشتراك وشير ولايك للقناة. ودي كانت وصفتنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.